يا صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الميني باتيه وما نشتروهوش خالص من بره، سعره بقى غالي قوي. احنا هنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها بنص كيلو بس من الدقيق وشويه ميه. شايفين بقى لونه تحفه، وكمان هش ومورق من جوه، ومش هنعمل توريق برضو ولا اي حاجه، وهيطلع مورق معانا كده زي ما انتوا شايفين. هنا انا لسه مطلعاه من الفرن. كل ما يقعد كل ما هيبقى قطره معاكي. بصوا الجمال بقى والتوريق جوه عامل ازاي. تحفه بجد. ما تشتريهوش زي ما قلت لك من بره، اعمليه في البيت كده لاولادك، اعملي كميه كبيره كمان وشيليه في الفريزر وطلعي منه على قد، يعني على قد السندوتشات او على قد ما بتحطي لاولادك في اللانش بوكس. غيري بقى فكره السندوتشات ديت، الجبنه واللانش والحاجات دي لا، اعملي لهم الباتيه مره كده، هيبقى حلو قوي. بصوا هنا كانت طرت شويه، فبوريها لكم ان هي بقت قطره كمان، زي ما بقول لكم كل ما بيقعد بيبقى احلى. شايفين لون العجينه فاتح ازاي وحلو قوي، مش هنحط لبن ولا اي حاجه. يلا بينا نسمي بسم الله، ندخل جوه الفيديو ونشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. هحتاج لكوبايه ونص من الميه الدافيه، عليهم معلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره خميره. هدوب بقى السكر مع الخميره مع الميه كويس قوي، وبعدين هننزل بمعلقه كبيره كده من اللبن البودره. لو انت عايزه تشتغلي باللبن بدل كوبايه ونص ميه تحطي لبن عشان يبقى مغذي اكتر، طبعا براحتك خالص. دوبنا كده اللبن كويس، بعدين هننزل بربع كوبايه صغيره كده من الزيت. وعندي بقى نص كيلو من الدقيق، وربع معلقه صغيره من الملح. المكونات دي ثابته ما بتتغيرش خالص، يعني مش هتزودي حاجه ولا هتقللي حاجه، هو كده بالظبط وهيطلع تحفه معاكي. هنعجن بقى كده. ما حطيناش بيض اهوت، في ناس بتحب تحط بيض كده في العجينه، انا ما حطيتش بيض ولا اي حاجه، وطالع بجد حلو قوي. اعجني بقى هنا العجينه كويس قوي لحد ما تلم معاكي كده، وبعدين برضو افضلي اعجني فيها، كل ما تعجنيها كل ما هتديكي نتيجه احسن. هي كلها كميه صغيره خالص، بس اهم حاجه ان انت تعجنيها كويس قوي. طبعا لو عندك مكان افردي كده العجينه واعجنيها، بس انا بصراحه مش بحب اعجن غير كده. خلاص هتلاقيها يعني يا دوب بتلزق خفيف كده في ايدك اللي بتعجني بيها، وايدك التانية ما بتلزقش خالص. سبتها هنا تتخمر حوالي نص ساعه مش اكتر. بصوا بقى عامله ازاي، ان شاء الله كده العجينه بتاعتنا هتبقى هشه ومورقه وطريه خالص. بصوا كده الخيوط اللي جوه العجينه دليل على ان العجينه بتاعتنا ناجحه جدا. جبت رشه بقى كده من الدقيق وحطيت العجينه بتاعتي، وبعدين هقسمها لجزئين. طبعا لازم نغطيها في الفتره دي قبل بس ما نخلص الجزء الاولاني. بعدين بقى هنفرد الجزء اللي احنا خلصناه كده، هنفرده كده على شكل مستطيل. العجينه طريه ومش بنسيبها ترتاح تاني ولا اي حاجه، وهتساعدك كده وهتتفرد معاكي بكل سهوله. عندي بقى هنا معلقه واحده بس من الزبده، مش اكتر من كده. حابه تحطي سمنه، ممكن تحطي زيت نباتي لو حابه، بس طبعا هو بالزبده بيبقى طعمه احلى. زبده عاديه خالص، يعني مش لازم زبده من الغاليه ولا حاجه، اي نوع زبده موجود عندك اشتغلي بيه. معلقه كبيره كده، وبعدين هنعمل اللي انتوا شايفينه دوت، هنعمل 3 قطعات في المستطيل اللي احنا جهزناه. وبعدين هنبتدي بقى ان احنا نلف كده العجينه بتاعتنا على بعض زي ما انتوا شايفين معايا. بصي ما عملناش توريق ولا دهنا طبقات زبده ولا اي حاجه، بس بتشوفوا بقى النتيجه كده في الاخر، بيبقى فيه توريق كده جوه العجينه، وبيبقى العجينه حلوه قوي. يعني هي معلقه زبده واحده بس هتدي نتيجه حلوه قوي ان شاء الله في الاخر. بنطبقها كده بس على بعضها كويس قوي، وبنحاول ان احنا نقفلها عشان الزبده ما تطلعش معاكي من اي مكان. الزبده ما تبقاش سايحه قوي كده يعني، تبقى متماسكه شويه عشان ما تخرجش منك من العجين. خلصنا كده اول واحده وهنعمل تاني واحده. عجينه بجد كانت حلوه قوي، العجينه دي تنفع معاكي لاي حاجه، ممكن تعملي بيها عيش فينو، ممكن تعملي بيها ميني بيتزا. انا هعمل معاكم ان شاء الله ميني بيتزا الفيديو اللي جاي، بجد طالع وهم يعني. عملنا كده زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بقى انا لقيت ان الطريقه دي بصراحه اسهل، الفرشه غلبتني شويه، فطبعا الاسهل عليكي اعمليه. معلقه كبيره كده بس من الزبده، وابتدي ان انتي افرديها عشان تدينا طعم احلى للباتيه بتاعنا. وبعدين من الجنب كده هنعمل 3 قطعات، ونبتدي بقى نلم كده العجينه بتاعتنا او نطبقها كده على بعض. تمام، سهل خالص اهوت.
في الفترة دي بقى بعد ما نخلص العجينة بتاعتنا او الكمية بتاعتنا كلها هناخدها بقى نحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق بس مش اكتر. تمام، بصوا بقى النتيجة عاملة ازاي، حكاية تحفة والله. العجينة بقى اتملت كده هوا من جوه، وهتتفرد معاكي بكل سهولة، وكده ضمننا ان الزبدة ان شاء الله مش هتطلع من العجينة خالص يعني. افرديها برضو على شكل مستطيل تاني كبير كده زي ما احنا بنعمل. تمام، وبعدين هنعمل كده هنقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده بالظبط. حاولي كده تظبطي ايدك، يمكن انا ما ظبطتش معايا شوية، تظبطيها ان المقاسات كلها تطلع واحد. شايفين كده؟ هتعمل معانا حوالي يعني 30 قطعة ولا حاجة ميني باتيه بنص كيلو دي. عارفين بقى انتوا طبعا الباتيه دوت سعره كام دلوقتي بره في الافران، على حسب بقى، فيه ب80 وفيه ب100، على حسب بقى المكان اللي انت موجودة فيه، فالموضوع كله مش هيكلفك حاجة خالص. وبنلف كده زي ما انتوا شايفين اهوت. انا حشيت بالجبنه، تقدري تحشي بالشوكولاته، تقدري تحشي بالمربى، اللي يعجبك. تقدري تحشي بالجبنه التركي لو مش حابه الجبنه، انا دي جبنه اللي هي الجبنه البيضه الناشفه، مبيبقاش فيها كده اي ميه ولا حاجه عشان ما تبوظش العجينه بتاعتنا. بتقفلي كده اول طرف كويس على العجينه، وبعد كده بقى بتلفيها كده بالراحه عادي يعني، ما مش محتاجه احترافيه ولا حاجه، بس المهم ان انت تقفلي كويس كده على العجينه، على الجبنه في الاول، وبعد كده لفيها كده. ده تاني جزء معانا. العجينه بجد حلوه قوي قوي. فردنا برضو مستطيل كبير كده، وبعدين هنعمل برضو نفس التقطيع. بصوا حتى وانا بقطع التقطيع مش مظبوطه خالص، انتي لما ان شاء الله تعمليه ظبطي بقى ان هي تبقى نصين بالظبط، مع ان هي كانت حلوه يعني نصين او اقل يعني عادي. خلاص هنقطع برضو بنفس الطريقه، وزي ما قلت لك حابه تحشيه بالشوكولاته لو ولادك بيحبوا بالشوكولاته، او اعملي مره كده ومره كده، ايه الاسهل عليكي. ممكن كمان تحطي جوه مع الجبنه زيتون او فلفل، برضو بيدي طعم حلو قوي. خلاص المهم بس اهم حاجه تقفلي بس كويس قوي على الجبنه، وبعدين تلفي كده على طول. ولا ورقنا بقى ولا دهنا بين الطبقات زبده ولا اي حاجه، وهيطلع حلو قوي قوي، احلى من اللي بتجيبيه من بره بكتير. هقولك دلوقتي كمان ان انت لما تلفي اخر طرف كده تعمليه ازاي عشان من العجينه ما تفتحش معاكي كده جوه الفرن. تفضلي بس كده تقفلي الطرف كده كويس قوي، وتحطي العجينه بتاعتك على الطرف اللي احنا قفلناه، يعني تحطي البتيهيه بتاعتك على الطرف اللي احنا قفلناه كده من تحت. بعدين للوش جبت بيضايه وعليها معلقتين كبار من اللبن، وهدهن بيهم بقى كده الوش. بيدي للعجينه لون حلو قوي، وبيديها كمان طعم حلو. لو مش حابه تحطي بيض ولبن ممكن تحطي لبن بس، تدهني لبن بس للوش بس. هو الطريقه دي بجد اللون كان حلو قوي يعني. وعلى الوش بقى تحطي سمسم، تحطي حبه البركه زي ما تحبي خالص. بعد ما تخلصي سيبيه كده يرتاح حوالي ربع ساعه ولا حاجه، وبعدين دخليه الفرن نص الفرن كده على الرف اللي هو في النص، ودرجه حراره عاليه كده، هياخد معاكي لون حلو من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين. ممكن ما خدش لون من على الوش، ممكن تولعي له الشوايه. اول ما بيطلع من الفرن كده بنغطيه على طول، وبعدين بتطلعي احلى باتيه كده من ايديكي. طعمه حلو كده وشكله حلو، وهيعجب ولادك قوي. طعمه حلو وشكله حلو، وزي ما انتوا شفتوا مكوناته بسيطة خالص، مية ودقيق، وعملنا احلى باتيه في البيت. وبس كده، شكرا ليكم.